بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير البنات وأهلا بكم على قناة لك سيدتي لأم إسلام. لأول مرة تشوف القناة تضغط على زر الاشتراك وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلها كل جديد إن شاء الله. حبيباتي كما راكم تشوفوا راني في التحضيرات لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. أول حاجة بديتها الصبح هذه البنات هي لافيسال كما راكم تشوفوا. كنت البنات نظفتها مليح. عندي هنا البنات الجوان ديما يحكم لي هاد الكحولة. وبصراحة بصراحة يعني أنا نحير اللي يقول لافيسال كي تعملوا لها لو سيل تاعها تنظف روحها بروحها. أنا ما نعرف لافيسال تاعي ما تنظفش روحها بروحها، يعني ننظفها أنا بيدي. كيما راكم تشوفوا البنات هنايا راني خرجتها تشعل الله يبارك، وزدت نظفتها من برا ونظفت لها لي باني تاعها ونرجع كل حاجة لبلاصتها. ورحت مباشرة حبيبتي للغدا. كيما راكم تشوفوا لهنا راح نحط حوت نحطو في الفور. رشيت المول تاع البيراكس. المول تاع البيراكس نحب نطيب فيه بزاف الحوت خاطر البنات ما يلصقش فيه. هنا عندي صاورال. صاورال البنات من احسن يعني حوت انا نحبه بزاف بنين. ديجا عندي كان عندي مداوي. جبته ديكونجلا حطيته في المول، زدت حطيت عليه شوية تاع بصل من الفوق. كيما راكم تشوفوا نحطوا البنات في الفور وراح نعمل معاه سلطة فقط. ورحت البنات كملت العمل تاعي، جبت لي سيرفيس اللي في لا بيبليوتيك كامل البنات غسلتهم من الغبرة. وبصراحة البنات هاد لي سيرفيس تاع لا بيبليوتيك كي عاد البنات ما نجبدهمش وما نستعملهمش نجبدهم نغسلهم نحضرهم لشهر رمضان في التحضيرات تاع شهر رمضان والميناج الكبير اللي نعملوه. ونزيد البنات نجبدهم مرة في الصيف نغسلهم فقط، يعني نغسلهم مرتين في السنة. ما نكذبش عليكم مانيش من النوع اللي يغسل الحوايج المخبيين كل وقت. نغسلهم مرتين في السنة فقط خاطر البنات هذو ما نستعملهمش نهائيا. بعد البنات ما نغسلهم نخليهم يكتروا نزيد نعاود نمسحهم وننظف الجهة هذيك تاع القزاز اللي في لا بيبليوتيك ننظفها ونرجعهم لبلاصتهم. يعني احيانا البنات يجينا واحد النشاط وواحد الحيوية، نخدموا كل شيء في يوم واحد، واحيانا نكونوا تعبانين وما نقدروش نخدموا بالشوي فقط. بعد ما كملت البنات لي سيرفيس حطيتهم يكتروا، رحت دركا للخبز هذا اليابس لميتو اليامات هذو اللي فاتوا. البنات حطيته فوق الشوفاج يبس مليح وحكمت البنات نرحيه. ديجا عندي في الفريجيدار خبز مرحي، بصح هذا البنات راح نداويه كما نقولوا نلوح فيه التوابل باش نستعمله مباشرة في الدجاج ولا في كي نحب نحمر حاجة. حطيت له البنات مغرف صغيرة تاع الزيترة ومغرف ثوم مجفف، ثوم مجفف، ومغرف تاع معدنوس ثاني مجفف. وزدت عاودت خلطهم مليح نحطو في بورتمونجي ونحطو في الثلاجة ما نخليهش على برا البنات خاطر الجو تاع الخبز راح يتبدل. دركا البنات عندي بطاطا
رايحة نخبيها في الكونجيلاتور. وعملت لكم البنات الطريقة هذه من قبل. كيما راكم تشوفوا البنات، قشرت البطاطا وغسلتها مليح، وهنا وجدت كيفات فيها ماء نظيف وخل ابيض. وحكمت البنات، قصيت البطاطا تاعي، عملتها هكا كيما راكم تشوفوا مشرشفه. وعملت ثاني قصيتها سامبل. هذه البنات باش نحمرها في الفور، والسامبل باش نقليها عادي في المقله. نلمها كاملة في الماء والخل باش ما يتغيرش اللون تاعها كيما راكم تشوفوا. دركا البنات انا نصفيها من الماء هذا خاطر تطلق فيه النشاء تاعها. نحطها في مرميطه، نزيد نحط لها ماء نظيف، نعمرها البنات يعني نغطيها بالماء من الفوق، نزيد لها شويه لهنا، نغطيها البنات ونزيد نلوح لها الخل الابيض ونحطها فوق النار تهز الغليه. بعد ما تهز الغلية البنات وتعمل هاد الكشكوشة، أنا راح نحركها البنات مليح، ونزيد نخليها تهز الغلية الثانية، ونحكم البنات نصفيها، ونزيد نشللها بالماء البارد ونخليها تقطر مليح. أنا البنات خليتها حوالي 3 ساعات، طلقتها وخليتها تشيح مليح. هذه البطاطا السامبل البنات بعد ما شاحت، يعني شاحت خليتها للهوا، شاحت مليح، لحت لها مغرف كبيرة تاع فارين، عفوا تاع نشاء الذرة. وحكمت البنات كيما راكم تشوفوا نخلطها، نحاول اني الحبات كامل يقيسهم هذاك النشاء. نحطها البنات في لي ساشي تاع الكونجيلاسيون، نقسمها على حساب الكمية اللي راح نطيبها، باش كي نجبد ساشي نستعملها مباشرة، ماش نخرجها ومن بعد نعاود نرجعها. هاد الكمية تكفيني. بالنسبة للبطاطا هذه البنات المشرشفة، راني رحت لحت لها مغرف تاع نشا حتى هي، وحكمت البنات خلطتها مليح، ونزيد نحطها هي ثاني في لي ساشي. نتمنى فقط يكون البنات فيديو اليوم مفيد. ما تنسونيش دائما باللايك، ولايك يعني الإعجاب، واشتراك في قناتي. نتمنى يكون عجبكم فيديو الأفكار. نزيد نحط الكمية الثانية، ونحاول البنات كي نقفل هذا لي ساشي تاع الكونجيلاسيون نقفلهم مليح ونخرج الهواء اللي فيهم. نتمنى يكون البنات عجبكم الفيديو. ما تنسونيش حبيباتي باللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.